في ذلك اليوم التاريخي قال طارق بن زياد الكلمة التي غيرت مجرى التاريخ. قال فيها: أيها الناس، أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو من أمامكم، وليس لكم والله إلا الصدق والصبر. الوقت توقف. الجنود كانوا في لحظة خوف وقلق، شعروا بشيء غريب في قلبهم، حيرة بين الخوف من الموت والقرار الذي اتخذوه والذي لا رجعة فيه. كان الجميع يعرف أنه ليس لوحده، وأن أمامه طريق واحد فقط، وهو القتال بكل ما أوتي من قوة، وما كان عندهم من خيار ثاني. وكان كل واحد منهم يعرف أنه لا يحارب من أجل نفسه، ولكنه يحارب من أجل الأمة كلها. من هنا بدأ أعظم الفتوحات في التاريخ، وهو فتح الأندلس الذي غير خريطة العالم. هل تصدق أن ذلك الجيش كان أقل عددا ولم يكن مجهزا بالأسلحة الحديثة أو التقنيات المتطورة؟